ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام حج علي. حضرة حياك الشيخ. الله. حضرة الشيخ علي شلونك؟ الله يحفظك ويعزك. حضرتك؟ سالم العازمي من دولة الكويت. الله يحفظك الله يكتب لك. شلونك شيخ علي؟ اخبارك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله الله يبارك فيك ويكتب لك الخير ان شاء الله. قواك الله وبارك الله فيك. اهلا. عندي سؤال شيخ علي الله يخليك. تفضل. عندي تجارة تاجر بالمواد الغذائية، الهمبرجر، النقانق وهالأمور، وعندي يعني أخذت حق البيت زيادة بالهمبرجر، وضعتها في المخزن ودار عليها الحول، هل يدفع عليها الخمس أم لا يدفع؟ دار عليها الحول، هي رأس مالك هذه ها؟ نعم ولكن أخذتها مؤونة للبيت. اتخذت المؤونة. إذا اتخذت المؤونة حكم المؤونة. نعم. يعني يخمس عليها أو لا؟ إذا زادت رأس السنة، يوم اللي هو رأس السنة الزايد في البيت تقدر تخمن تخمين. ولكن الصلاحية منتهية شيخ علي. الصلاحية منتهية، فقدت المالية، انتهت. هي الآن دار عليها الحول وبعدها بأسبوعين انتهت صلاحية المواد. خلص ما إلها. لا، بعد أن دار عليها الحول انتهت صلاحيتها. بعد أن يوم اللي إجا رأس سنتها. أحسنت. يوم اللي إجا رأس سنتها كانت صالحة. أحسنت. فكنت تملك، كان لها مالية معنا. نعم يعني هذه فيها خمس. يجب عليها دفع. شرعا كان لها مالية في ذلك اليوم، أنت كنت تملك. نعم. أنت فرطت وراحت صلاحيتها أو صار لك مسألة وراحت صلاحيتها، هذه ما. نعم أحسن. هذه من تقصيرك. أحسنت. لا يسقط الخمس. الله طيب أيضا شيخ علي، أيضا اشتريت تلفاز كبير الحجم 50 بوصة، وتركته أيضا لأن مشتري بيت وأريد أن أنظم أموري وأرتب هذا البيت، ولكن أيضا دار الحول على هذا التلفزيون ولم أستخدمه، وأريده للاستخدام الشخصي ولكن ما استخدمته. ما دام ما استخدمته زايد عن حاجتك. يعني يخمس. اشتريت هذا التلفاز من أجل بيت الجديد، لازم أخمسه؟ صحيح، لأنه الآن ما تستفاد منه. لو أنك استعملت عندك في مكانك هذا، يعني لو مستعمل لو مرات كان خلص. لكن للأسف لم استخدمه. وكذا الحالة عندي مواد بناء، مواد يعني صحية، أدوات صحية، أجل الله السامع. خلص ما استعملتها. لم استعملها. وحتى لو استعملتها تدخل في بناء البيت الجديد، فيجب أن أدفع الخمس. نعم احتياط كلها. جزاك الله خير. الشيخ علي، الله يرحم والديك، عندي سؤال أيضا آخر. أنا وياي صديق كنا في بريطانيا. نعم. فصديقي هداه الله أراد أن يعني يتزوج متعة، فتزوج من مجوسية. فأنا نصحته، قلت له لا تتزوج من مجوسية لأنها ليست من أهل الكتاب. مجوسية يجوز، أهل الكتاب. المجوسية يجوز. أهل الكتاب مثل المسيحية واليهود. السيد السيستاني الوثنية اللي ما يجوز. السيد السيستاني يقول لا يجوز. السيد السيستاني يقول لا يجوز الزواج بالمجوسية. المجوسية منصوص عليها. إذا فتوى السيد السيستاني عمل الفتوى. المهم في فتوى عند فقهاءنا أنه المجوس كأهل الكتاب في مختلف الأمور. وهذه كن أشوف لك إياها فتوى السيد. فتوى السيد السيستاني. يقول الوثنية ما يصير، من أهل الكتاب يصير الكتابية. طيب للأسف يعني شيخ علي، هو هاي صديقي مجنون شوية.
هذه المرأة عندها خلاص انت ما واجب عليك تنبهها. عندها اولاد، ويعني هي ترضع ابنائها، وهو يقول انا شربت الحليب، هل في هذا بأس؟ ذلك إليه مو حرام، الشرب من زوجته مو حرام، ما تحرم عليه. التي تزوجها متعة إذا شرب اللبن لا تحرم عليه؟ لا ما تحرم عليه. طيب إن لم تكن زوجته وشرب اللبن في إناء مثلا، وضعته في إناء؟ نفس الشيء ذاك اللي تحرم عليه الطفل بعد 2 لا رضاعة بعد فطام. ما يحرم إلا على الأطفال الصغار اللي في سن هذا، بس في سن الرضاعة. الرضاعة ما تحرم غير سن الرضاعة يا عيني. هنا تحرم عليه، ولكن إذا كان كبير السن وشرب من لبنها، وضعت مثلا في إناء، لا. إيه هذا الصغير اللي يصير ابنها، لكن هو ما يصير ابنها. بس يا شيخ علي، نحن نعيب على الوهابية رضاع الكبير، أليس هذا رضاع للكبير؟ وهذا رضاع الكبير ما يحرم. يعني رضاع كبير يجوز يشرب حليب زوجته، بس ما يحرم عليها، ما يجوز على أخوها. شيخ علي الكوراني. نعم. يسلم عليك عجعج، لعنة الله عليك، لعنة أبدية سرمدية. يلا يا الكلب. والله لا علمه، والله لا. أخذنا اللي نبي صح. هذا أكبر سفيه بالعالم، هذا أكبر نذل وسافل ومنحط، يشتم أمير المؤمنين عمر، ويشتم أمهات المؤمنين، ويشتم الصحابة. خلوني عليه، لا حد يقول لي أنت فيك وفيك، هذا اللي في كبدي وبطيته عليه. لا حد يقعد يقول لي سالم مدري شنو. منو سجل؟ أبي اللي سجل. كفو والله يا ابن عايشة، أبي اللي سجل. شفتوا رضاع الكبير؟ شفتوا رضاع الكبير؟ عشان ما حد يقول لي باكر انت. كفو الجيرين.